نحن نقص عليك. الله تعالى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقص عليه أحسن القصص. أحسن القصص يعني أفضلها وأجملها. كيف أحسن القصص؟ أحسن القصص كل قصص القرآن من أحسن القصص، ومنها سورة يوسف الجميلة البديعة، قصة جميلة بديعة. وكل قصص القرآن كذا، كل قصص القرآن عجيب غريب. الله تعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. كيف أحسن القصص؟ أحسن القصص هذه لا تحصى، يعني أنا لو ذهبت أقول لكم كيف أحسن شيء. أولها من الذي قصها؟ فتبارك الله أحسن، فلما قصها الله أحسن الخالقين. ألا تكون ما كافي هذه بس تكفي؟ حقيقة أن الله قصها تكفي كونها أحسن قصص. أنا أقول لكم شيء أقرب إلى الأذهان. أنت لو جابوا لك كتابين فيهم قصص لنقتر، لأن الناس يعجبهم القصص، فلو جاءوا بكتابين قصتين، قصة واحدة قال تقرأها، يعني أنت تحب القصص مثلا تقرأها، هذه قصة ماتعة زينة، والقصة الثانية قالوا لما تقرأها لك بكل حرف 10 ريالات. هنا أحسن؟ لا فيها 10 ريالات. تشوف كيف؟ ليش؟ فيها فائدة، فيها منفعة، فيها متعة للعقل، وفيها إيش؟ فيها فائدة مالية. هذا عجب له ما عجب هكذا من البشر. أنت إيش يمنعك؟ يعني شيء مانع لما تقرأ تستمتع بالقصة، وبعد ذلك مع كل حرف تعطى. القرآن الكريم كم له بكل إيش؟ قال بكل حرف إيش؟ حسنة، والحسنة بإيش؟ ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. هذا ما أحسن القصص؟ أنت تقرأ قصة تستمتع بها، وبعد هناك عداد يشتغل، عداد الحسنات. هذه ما 10 ريالات، هذه 10 حسنات لا يعلم عظمها وقدرها إلا الله. ما أحسن القصص؟ أنت تقرأ قصة مستمتع يعني، وأنت في عبادة. وبعد غير عن هذا قال لما تقرأ القرآن تغشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله. أنت تذكر الله ولا ما تذكر الله لما تقرأ القرآن؟ إذا ذكرت الله ذكرك الله. ما أحسن القصص؟ هنا أحسن لك، أحسن تقرأ لك كتاب ما في هذه الميزات ولا هذه القصة، وهي قصة صادقة، وهي قصة واقعة صدقا وحقا، يعني ما فيها شك. هذه القصة قصة حقيقية واقعة لا ريب ولا شك في وقوعها، لأنها صدق، يعني من أصدق القائلين الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أحسن القصص لأنها قصص تتضمن قصص فيها عجائب من حيث خاتمتها، ومن حيث أحداثها، ومن حيث الفوائد التي نحن نستفيدها من هذه القصص. وهي قصص وقعت على أناس مثلنا، وقعت لهم، وبين الله لنا كيف تعاملوا معها، وكيف كانت العاقبة، وكيف كانت الأحداث التي جرت فيها. ما أحسن القصص؟ أحسن القصص قصص القرآن أحسن القصص. يعني العلماء أفاضوا في هذا، يعني وجوه الحسن فيها، ما قصص حسنة، لا، نحن نقص عليك أحسن القصص. فهي قصص من أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لا قال قرآنا عربيا ثم كرره، قال هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي الساهين.